اهلا وسهلا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك. النهارده هنتكلم عن بنت دخلت المستشفى وهي بتموت من الضحك، وخرجت بحاجة محدش يتخيلها، في ضحكة ممكن يكون وراها سر خطير، ومش كل اللي بيضحك سعيد. النهارده هنتكلم عن البنت دي وعن المستشفى وعن ضحكتها، وكان ايه سبب ضحكها الشديد ده. في سنة 2017 كان في بنت عندها 20 سنة دخلت المستشفى وهي مش قادرة تبطل ضحك. كانت بتضحك من غير توقف، ضحك هستيري بيزيد كل شوية ومش بتتحكم فيه، ولا أدوية ولا حتى منوم. الدكاترة احتاروا وقالوا يمكن حالة نفسية، لكن لما عملوا إشاعات وتحاليل ومجموعة دكاترة يفكروا ويبحثوا ويشوفوا، لقوا المفاجأة إن في كتلة غريبة موجودة في المخ. بعد ما فحصوها اكتشفوا انها ورم حميد بيضغط على عصب الضحك في الدماغ. يعني البنت كانت بتضحك غصب عنها بسبب الورم ده. البنت دخلت عملية وعملوا لها عملية دقيقة جدا، وبعد ساعات طويلة خرجت من البنت من العمليات وهي ساكتة، واخيرا سكتت عن الضحك. والاغرب بقى انها لما فاقت كانت مش فاكرة اي حاجة، ومش فاكرة انها كانت بتضحك بالشكل ده. حتى اهلها والناس اللي في المستشفى كلهم قالوا سبحان الله، ضحك ممكن يكون وراه مرض، ومرات الابتسامة بتخبي حاجات كبيرة جدا وراه. البنت دي كانت ضحكتها مش مجرد نوبة، دي كان عرض خطير لمرض مخفي. وتخيلوا بقى، دايما نقول ان الضحك بيطول العمر، بس في الحالة دي الضحك كان بينهي حياتها. تخيلوا البنت الصغيرة دي لما دخلت المستشفى وهي بتموت من كتر الضحك، والدكاترة واقفين يتفرجوا عليها مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يكتبوا لها علاج ايه، مش عارفين ان يبطلوها ضحك. هل تفتكر ان الضحك دايما دليل على السعادة، ولا ممكن يكون اوقات ستار لوجع كبير؟ طب اكتبولي في التعليقات، هل شفت حد قبل كده بيضحك وهو موجوع؟ حابة اسمع منكم حكايات نحكيها في الحلقات القادمة. فضلا وليس امرا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.